السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجه حلوه ولذيذه وتدفينا في البرد ده ورخيصه جدا. اليومين دول البطاطا موجوده في السوق كتيره جدا ورخيصه. اول حاجه هنجيب البطاطا بقى الكميه اللي انت عايزاها، كيلو واتنين كيلو، ونغسلها كويس جدا ونقطع الحتت اللي تحت دي، الاجزاء اللي تحت دي، ونحطها في ميه بس من غير اي اضافات، ونسلقها كويس جدا. وبصوا هنا بقى، حط الشوكة كده نشوف اتسلقت تمام، يبقى كده خلاص. بصوا اهي كده تمام، كده اتسلقت وبقت حلوة قوي. احنا عايزينها كده. وبعدين نبدأ نقشرها ونحطها بقى في الصينية بقى او اي طاجن بقى تحطيها في الفرن، ونخلي معاها شوية مية، يعني حوالي ربع كوباية مية، ونضيف عليها السكر. مكونات سهلة وبسيطة موجودة في اي بيت. والسكر عادي مفيش مشكلة لو سكر اللي هو الخشن. كل ده ما بيبانش في الطعم خالص. اديني فردتها اهو، بصوا شايفين المنظر بتاعها. تهرسيها كويس جدا وتدوبي السكر معاها لحد لما تتفرد كده. ونبدأ بقى نحط عليها مكعبات زبدة، يعني هو مكعب بنقطعه حتت صغيرة، قطع كده صغيرة زي ما انتوا شايفين، ونحطها على الوش. بجد بتبقى خطيرة، ولا بنعملها ببشاميل ولا بأي حاجة ندفع فيها فلوس كتير. حاجة بسيطة جدا ومش مكلفة وتحفة. مفيش حد دقها عندي الا وقال لي انتي عاملاها ازاي. اهو حطينا الزبدة بالكمية دي وحوالي كوباية لبن، مليانة مج مليان لبن، ونوزعه كده على الصينية بحيث ان يبقى مغطي البطاطا كلها، اهو بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. غطينا كل البطاطا، الوش بتاع البطاطا كله. ونبدأ بقى ندخلها الفرن على الشواية. وهي بعد ما طلعت بقى من الفرن بجد تحفة. بصوا الجمال والريحة بقى، ما اقولكمش الزبدة بقى مع اللبن عملوا الوش ده مع الريحة بجد جنين. جربوها بالطريقة البسيطة دي. ونبتدي بقى ان احنا نقطعها. قطعيها بقى حسب المكعب اللي انت عايزاه، يعني التقطيعة اللي انت عايزاها. انا قطعتها بصوا بقى وطلعنا كده. بصوا شايفين بقى الجمال كده، شايفين كانت سخنة بقى وطعمها تحفة. السمنة مع اللبن مع السكر بجد كانوا عاملين ميكس جامد جدا. وتبدأي بقى تزوقيها التزويق ده بقى على مزاجك انتي. انا كان عندي جوز هند، رشيت كده زي ما انتوا شايفين على الوش شوية جوز هند. بجد خطيرة، جربوها مش هتندموا. واتمنى يا رب اكون افدتكم بالفيديو ده، وجربوها بالطريقة البسيطة السهلة دي، ما فيهاش اي مكونات. سلام عليكم.